والركع السجود. صباح الفل على عيونكم. انا يعني في صدمة كده مش قادر افسرها، ربما انتوا ان شاء الله لما تسمعوا الفيديو او تشوفوه تقدروا تفسروا الموضوع. البنوك فاضية. انا ممكن يكون اقتصاديا مش اقوى حاجة ويعني بحاول اجتهد، بس البنوك فاضية. ماذا يعني ذلك؟ البنوك فاضية. انا جاي من بنك دلوقتي حالا، كنت واقف تقريبا ساعة ساعتين عشان اعمل اي عملية. انا خلصت في 3 دقايق وبسأل الناس جوه قالوا لي ده الحال بقاله فترة. ماذا يعني ذلك؟ قلنا وحذرنا ان اللي الناس بتعمله ده هيودي الامور لشيء مش كويس. البنوك تقريبا حركتها بتعتمد بنسبة 60-70% على فكرة على العمل العقاري، لان هو ما بين شقه بتتباع، ما بين حد بيسحب فلوس عشان يدفع قسط، حد بيدفع فلوس عشان يدفع مقدم، حد جاي بيدفع قيمه عقار، حد جاي بيسحب عشان يدفع فلوس. فبنسبه كبيره، وده حد علمي وعلى ما اعتقد ان البنوك بتتحرك بنسبه كبيره مع العمل العقاري. راهنتوا على فئه معينه في الشعب، مع ان الفئه دي عاقله وناجحه وفاهمه جدا جدا جدا، بس فيهم ناس ممكن يكون بعض الامور الماليه بالنسبه لهم الزائده عن الحاجه كانت بتدفعهم ان هم يشتروا. وممكن زي ما قلنا البراندات او البراند نيم احنا مش هنحط نفسنا معاهم. يعني واحد بيجري يحط شيك في براند نيم عشان عارف ان هو، مع انه والله حتى مبيعات البراند نيم على الاسعار بتاعتهم دي هي فاشله. بعض البراند نيم الكبيره راح فتح مشروع كبير جدا في اكتوبر الجديده مع جامعه وي 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 وي، والناس كانت بتتخانق عشان تحط الشيكات من 3 4 سنين، النهارده بيضربوا نفسهم مش عارفين، هم اصلا مش عارفين يكملوا بقيه الاقساط. وللاسف محدش هيعرف يديهم اوفر في شقه 1 بيدروم ب 10 و 11 مليون. كلام لا يصدقه عقل. ده لو بتجيب ذهب ما تبيعهاش بالسعر ده. ارجوكم افهموا ان الموضوع رايح لحته مش كويسه. تعنت المطورين بالبيع باسعار غاليه جدا 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 على الوضع اللي هم بيعملوه دوت مش صح. قلنا هنتكلم عن طريقه من الطرق اللي ممكن تساعد الامور شويه. مع الباشا بيع على 3 سنين بس رجع لي للسعر القديم، الناس هتقدر، في فئات هتبدا ترجع تشتري منك، لان ده اللي كان موجود. بيع على 3 سنين وبيع باسعار معقوله، بيع فيلا في حوض 3 و4 ب5 مليون وب6 مليون. خلي الحركه، انا بتكلم عن الحزام سوري، بس هو ده اللي هيتضرب على المثل على الجميع. الثوره الخضراء بتبيع لي شقه ب 8 و9 مليون. ليه الشقه هتتكلم هتقول بابا وماما؟ ما تبيعها يا باشا ب 3 مليون، تبيعها ب 2 مليون وخد قسطها على 3 سنين. يبقى انت بنيت وحصلت فلوسك وشغلت السوق. شقه في اكتوبر الجديده في حته لسه ما فيش اي حاجه خالص، ناس طلعت وراحت اشتغلت في اكتوبر الجديده في الاحياء هناك، بيع لي الشقه ب 2 مليون جنيه. ليه يا عم؟ ما تبيعها ب 700 800 وحرك السوق، لان هي اصلا هي قيمتها ده ال 700 وال 800. ليه تكسبوا يا جماعه 1000%؟ هو كله بيتشطر على بعضه ليه؟ ارجوكم الناس تفوق شويه، الموضوع مش رايح لحته حلوه. انا فرد ممكن في المنظومه كلها، بحاول انجح المنظومه وبحاول اشوف الديفوهات والمشاكل فين واتكلم فيها. فبالله عليكم الناس العاقله والناس اللي فاهمه الموضوع رايح لحته مش حلوه، يا رب يطلع كلامي غلط، عشان البيوت اللي مفتوحه من ورا العقارات او المجال العقاري. سلام عليكم.